عمرك حسيتي انك غريبة في بيتكم رغم انك اكتر حد بيحبهم؟ انك بتتكلمي بس محدش سامع اللغة اللي جواكي. الموضوع مش تمرد ومش قلة تقدير، الموضوع ان كل جيل اتربى في عالم مختلف. يعني عمرك حسيتي انك بتتكلمي لغة واهلك بيتكلموا لغة تانية خالص، كأن في حيطة شفافة الكلام بيوصل بس المعنى بيضيع. اكتر حاجة بقى لما الاحساس يتحول ذنب إنك يمكن مقصرة في حقهم، أو يمكن قصرتي في حق نفسك. ليه أصلاً في فجوة ما بيننا وبين أهلنا؟ إحنا جيل اتربى على الإنترنت، على حرية الاختيار، على إن المشاعر مهمة وإن الحدود النفسية لازم تحترم. أهلنا بقى اتربوا في زمن مختلف، الاحترام مرادف للطاعة، وإن الكتمان نوع من أنواع القوة. كل جيل شكلته ظروف مختلفة، الاقتصاد، المجتمع سواء هو اللي بيبني ولا هو اللي بيدمر، التكنولوجيا. فمش منطقي ان احنا نستناهم يشوفوا الحياة بنفس عينينا، وده مش معناه انهم ضدنا او ان احنا متدلعين. الموضوع هنا ان المرجعية مختلفة، عشان كده المفتاح هنا هو التفهم، اننا مختلفين بس مش لازم نكون اعداء، وان مش كل خلاف لازم حد فينا يكون هو التوكسيك. أوقات هما بيتعاملوا بخوف مش بوعي كامل، وأوقات إحنا بنطلب منهم إنهم يفهموا مشاعر إحنا تعلمنا إن إحنا نعبر عنها، وهما ما تعلموش ده أصلا. هما بيغلطوا لما بيقللوا من مشاعرنا، أو يخلطوا ما بين النصيحة والتحكم، ويفتكروا إن السيطرة معناها حب. المفروض على حسب ما الكتب قالت إن العلاقة الصحية ما بيننا وبين أهلنا بتقوم على كذا حاجة: احترام متبادل، حوار حقيقي، مودة ودعم، مساحة للاستقلال، وحل أي خلاف بشكل بناء. ولو حاجة من دول ناقصة بنحاول نصلحها مش بنهرب منها. مفيش أي علاقة مثالية 100%، وإنتي مش لوحدك في الإحساس ده. وسط أي خلاف ما بيننا وما بين أهلنا خلينا نجرب نعمل 3 حاجات. أول حاجة، اسمعي كويس حتى لو انتي مش متفقة. خلي تعبير وشك هادي ومتفهم، ولو اتقاطعتي وانتي بتتكلمي قولي بهدوء: خلوني أكمل أو أعبر عن نفسي زي ما أنا عايزة. مع الوقت هتلاقي أسلوبك بقى يغير في أسلوبهم. افتكري إن أهلنا ناس عاديين جدا، بيغلطوا زينا وبيتعلموا زينا. ولو عايزة علاقتك تبقى قوية خدي خطوة ناحيتهم قبل ما تستني إن هم ياخدوا خطوة في ناحيتك. كلمة شكر، اهتمام بتفصيلة صغيرة، قاعدة من غير نقاش، تفهم إن خوفهم ساعات بيطلع مش بطريقة صح. مش كل البنات علاقتهم كويسة بأهلهم، وفي نفس الوقت مش كل العلاقات سهلة. لو انت علاقتك كويسة مع أهلك ده نعمة، ولو هي صعبة ده مش معناه إنك فاشلة. كل بيت ليه قصته، وفي الآخر العلاقة القوية مش معناها إن احنا نختلف أو نتفق طول الوقت. العلاقة القوية إننا نختلف ونفضل مع بعض. وكده يكون فيديو النهاردة خلص. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والإشعارات عشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات التانية، وتابعوني على انستجرام وتيك توك وسناب شات عشان خاطر كل يوم ندردش مع بعض. وأشوفكم يوم الاثنين الجاي. باي.